السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا وحبايبنا اهلا بيكم. النهاردة الفيديو دوت انا بوري فيه الناس، لان في كام حد سأل بخصوص الممشى السياحي اللي بيتعمل عند سكن كل المصريين او مدخل سكن كل المصريين. ناس عايزة تعرف مكانه فين بالظبط وايه اللي هيحصل فيه. ففي الفيديو ده هنشوف الحاجات دي ان شاء الله مع بعض. احنا بنتحرك هنا من المدخل اللي بعد كومباوند حورس، يعني ده نهاية ده كده كومباوند ده حورس، وده المدخل اللي بعده. في مدخل تاني قبل حورس اللي هو هنا، وبين سكن مصر وبين حورس، وفي ظهر سكن مصر ورا في الظهر كده في سكن كل المصريين. الممشى بيبتدي، وطبعا هم شغالين دلوقتي حتى الصبح، يعني شغالين استكمال اعمال التهيئة في المكان علشان تبتدي تخش الخدمات في المنطقة ديت. هيبتدي من هنا او من اولها هتبقى بنزينة لتشيل اوت كالعادة على الناصية هنا، وبتبتدي بقى لحد مدخل حورس هتكون المحلات التجارية اللي هتكون فيها براندات. ده طبعا اعمال التهيئة للمنطقة زي ما احنا شايفين، وهم شغالين بشكل مستمر علشان خاطر انا دي كمان في لودر تاني هناك اهو شغال برضو في اعمال التهيئة وتسوية المكان. طبعا هتبتدي الممشى ده هيبتدي ببنزينة في نهايته من مكان ما احنا ابتدينا كده، وهيبقى كله محلات تجارية لحد مدخل حورس. مدخل حورس ده المدخل اللي بيخدم ابن بيتك السبعة، وبيخدم سكن كل المصريين، وبيخدم برضو سكن مصر. زي ما احنا شايفين كده، ده كده مدخل حورس، ده كده مدخل حورس. طبعا انا جاي عكس علشان اعرف اصور وابقى ماشي في نفس الاتجاه. طبعا الموقع بتاع المشروع من هنا يعني بالعربية 3 دقايق او 4 دقايق. طبعا عشان مشي على الرجلين طبعا صعبة، لان الحتة دي داخلة في 4 كيلو بس من هنا كده لحد اخر الشارع، تخش لها في 3-4 كيلو على الاقل. يعني اعتقد تخش في 3 غير ما في 2-3 كيلو كمان، يعني 6 كيلو او 5 كيلو من هنا لحد موقع سكن كل المصريين. وان احنا ان شاء الله عاملين فيديو تاني هيكون مهم جدا جدا جدا، لانه في حاجات جميلة عن باقي المشروع وعن مميزاته وعن الاسعار بتاعته. فان شاء الله هننزل الفيديو ده ان شاء الله يعني بعد الفيديو ده على طول. ده كده مدخل سكن مصر الاولاني، وده مدخل حورس اللي على ايدينا الشمال. شكرا لحضراتكم، ويتمنى ان انا اكون فدتكم ولو بحاجة بسيطة. وفي النهاية برضو بذكركم ما تنسوش شير بقى لكل الناس علشان الكل يستفيد.